في قلب واحة خضراء، حيث تتراقص أشعة الشمس على سعف النخيل، عاش فلاح بسيط اسمه سالم. كان سالم رجلاً طيب القلب، يعمل بجد في أرضه الصغيرة ويزرع ما يسد رمقه ورمق عائلته. لم يكن يمتلك الكثير، لكنه كان قنوعاً يشكر الله على ما أعطاه. في إحدى السنوات أصاب الجفاف الواحة، جفت الآبار وتشققت الأرض وذبلت الزروع. عم الياس قلوب الناس وبدأ شبح الفقر يلوح في الأفق. كان سالم يرى جيرانه يعانون وأطفاله يتضورون جوعاً وقلبه يعتصر ألماً. لم يكن يملك شيئاً ليقدمه، لكنه لم يفقد الأمل. في ليلة حالكة السواد، رأى سالم في منامه شيخاً وقوراً يبتسم له ويشير إلى بئر قديمة مهجورة في أطراف الواحة. قال له الشيخ بصوت حنون: يا سالم، في هذا البئر سر يخبأه الله لك ولأهل واحتك. حفرك له هو مفتاح رزقك ورزق من حولك، ويد العون التي تمدها للمحتاجين هي التي ستملأه بالخير. استيقظ سالم من نومه وقد غمرته الطاقة والأمل. في الصباح الباكر حمل فأسه وذهب إلى البئر المهجور. سخر منه البعض وقالوا: ماذا تفعل يا سالم؟ هل جننت؟ هذا البئر جاف منذ سنين. لكن سالم لم يستمع إليهم، بدأ يحفر بكل ما أوتي من قوة وهو يتذكر كلمات الشيخ. مرت الأيام وسالم يحفر بلا كلل. عندما كان يشعر بالتعب كان يتوقف للحظات ليرى جاره الشيخ موسى الذي كان طاعناً في السن ومريضاً ولا يستطيع العمل. كان سالم يتذكر كيف شاركه الشيخ موسى القليل الذي يملكه قبل الجفاف، وكيف كان دائماً يقدم له المشورة الطيبة. هذا المشهد كان يملأه بالقوة مرة أخرى. بعد أسابيع من العمل الشاق وفي لحظة يأس كادت تملكه، سمع سالم صوت خرير الماء. لم يصدق عينيه. بدأت المياه النقية تتفجر من باطن الأرض، تتدفق بغزارة وتملأ البئر. هرع الناس إليه باندهاش وتجمعوا حول البئر الجديد الذي أطلقوا عليه اسم بئر السعادة. لم يكن سالم أنانياً، بل كان قلبه يتسع للجميع. فتح بئره لكل أهل الواحة وسقاهم وسقى مواشيهم وزروعهم. لم يكتفي بذلك، بل بدأ يوزع الماء الزائد على البيوت الأكثر احتياجاً ويشارك ما يجنيه من خير بئره مع الفقراء والأيتام. كان يرى في مساعدة المحتاج جزءاً لا يتجزأ من شكره الله على هذا الرزق الوفير. بفضل بئر السعادة وكرم سالم عادت الحياة تدب في الواحة. اخضرت الأرض من جديد وعادت الطيور تغني وارتسمت البسمة على وجوه الأطفال. أدرك الجميع أن الرزق لا يقتصر على المال، بل هو بركة في كل شيء، وأن مساعدة المحتاج ليست عملاً اختيارياً، بل هو سر من أسرار دوام هذا الرزق وزيادته. وعاش سالم، الرجل الذي لم يمتلك الكثير، أغنى الناس قلباً، شاهداً على أن يد العطاء لا تنقصها بركة بل تزيدها، وأن السعادة الحقيقية تكمن في العطاء ومشاركة الخير مع الآخرين.